صباح الخير صبايا، كيفكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله انتم مناح. حبيباتي، اليوم رح نعمل كبة بصينية الحلبية، اللي هي عبارة عن مكوناتها عن كيلو برغل، بصلة كبيرة نطحنها مع البرغل، اكيد رح نعمل مع بعضنا نطحن، 7 بهارات، ملعقة فلفل اسود، ملعقة ملح. نحتاج لكيلو برغل رح نحط نص كيلو هبرة. هون كيلو لحمة مفرومة للحشوة بين الطبقتين، كله رح افرجيكم اياهم مع بعضنا نشتغلون. بيلزمنا بيضتين مشان بالنص الطبقة الوسطانية. بيلزمنا 100 جرام لوز مع الحشوة رح نقليها ونحطها. اذا بدكم جوز بدكم فستق اللي بتوفر عندكم في البيت. رح يلزمنا معلقتين سمنة مشان ندهن فيه صينية الكبة قبل ما نمد العجينة. هلا خطوة بخطوة مع بعضنا رح نبدأ نعمل. هلا نحنا بدنا ننقع البرغل. رح هذا الكيلو البرغل حطيناه بصحن غميق. هلا بدنا نسكب فوق المي، ننقع البرغل شوي شوي، يعني المي ما لا مقدار نقدر نقولها، بدنا نخليه يغطيها للبرغل. شايفين كيف؟ هيك بكفي. هلا البرغل راح يمتص المي وراح البرغل انه ينتقع او تطرى. هلا بنتركها هيك لوقت ما ياخد حجمه البرغل. ايه حبيباتي، هلا بعد ما نحنا حطينا المي نقعنا البرغل، راح نحط حبة البصل يلي قطعناها فرمناها. انا بعملون قبل ما اطحن، بحط وبحركهم، بخلي كلياته انه يتخربطوا مع بعضهم، حتى بحط البهارات وبحط الملح مشان وقت بدي اطحن الهبرة معهم ما يكون في زناخة باللحمة او بعجينة الكبة. هلا حطينا اول شي البصل، رح نحط الملح. هلا انتو الكمية اللي بتحبوا، كيف كل واحد كيف يحب يكون ملح اكله. 7 بهارات، ملعقة فلفل اسود. هلا باخد نص كمية البهارات بحطها نصها بالعجينة ونصها مع قلي اللحمة. ما تنسوا انه في لقلي اللحمة كمان بهارات، بقى لذلك انه ما كتير تكتروا بالعجينة. رح نحط هون وهون. هلا بس ما شايفين كيف البرغل امتصته المي كلياتها، هلا رح نطحنه للبرغل. هي بلزمها 3 وجاه لازم نطحنها، اول مرة، تاني مرة برغل، ثالث مرة بنحط معها الهبرة. هلا اول شي البرغل مع البصل مع البهارات رح نطحنها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا طحنا الدور الاول، هلا راح نجهز مشان الدور الثاني بيصير علينا اسهل. بنعملون بهاي الطريقة، بنجهزون مشان الدور الثاني. شايفين كيف؟ هلا بالدور الثاني بيصير علينا اسهل مشان الماكينة ما تاخد معنا وقت كتير، ذاتا رمضان ووقته كتير قليل. هلا الدور الثاني انتهى من الطحن، هلا بدنا نعجنه مع الهبرة. هلا الدور الثالث بيكون مع الهبرة، بنحركهم مع بعضهم وبعدين بنعمل دور ثالث على الماكينة وما بكتير بتعذبنا بتعود. هلا هيك شوي. يا سلام، ريحة البهارات وريحة البصل مع البرغل المطحون تاخد العقل. هلا رح نعمل الدور الثالث يلي هو مع الهبرة.
هلا رح نقلي اللحمة المفرومة مشان الحشوة، ورح نقلي المكسرات. اللحمة بحط لها معلقة سمنة لأنه بعدين أكيد بدي أصفيها، أنا ما رح يبقى فيها شيء أبدا، بس مشان ما يحترق اللحم. وهون رح نقلي المكسرات. هلا هو لازم يكون في جوز، بس أنا ما عندي جوز اليوم، رح أحط بس لوز لأنه الحجي هيك بيحب يريد المكسرات جواتها. دائما رح نمشي على رأي الحجي. هلا رح نقلي اللوز. اذا بدكم انتم بتحطوا جوز، هلا في منهم بيقولوا انه باللوز ما بصير للكبده بصينيه، انا ما عندي غير لوز اليوم مشان هيك ما فيني غير احط لوز، بس هو بنحط لها جوز مفروم يعني يمكن افضل بكتير، لانه هي شوي رح تعذبني وقت انا بدي اقطعها، بس انه طعمتها بتكون جواتها كتير طيبه. بس طبعا الحجي ما بيرضى الا يكون جواتها مكسرات، بتعرفوا الرجال الحلبيه كيف تحب. هلا رح نقلي اللحمه المفرومه مشان الحشوه، كمان بنحط لها ملح وبنحط لها البهارات، الفلفل الاسود والسبع بهارات مشان تعطيها نكهه طيبه. ونقطه صغيره رح احط لها قرفه، نقطه صغيره. انا كل شي لحمه بدي اطبخه او دجاج بحط له قرفه، بس نقطه كتير صغيره يعني بس مشان اللحمه زناختها مثل ما بيقولوا انه ما يكون فيها ابدا. بتعرفوا الكبه الصينيه ما بنحط لها بصل، للكبه المقليه بنحط لها بصل. ان شاء الله بس نعمل كبه صينيه رح تكون تختلف عنا بس بالبصله، بس نفس الشيء، نفس البهارات ونفس اللحمه ونفس المكسرات. بس مثل ما قلت لكم كتير نقطه صغيره من القرفه، كتير نقطه صغيره، يعني شايفين قديش؟ هيك نقطة صغيرة كتير من القرفة، لأنه رح ننزل معها السبع بهارات والفلفل والملح. هلا رح ننزل الملح مملحة للحشوة. هلا السبع بهارات انتو كيف بتحبوا يعني، مو ضروري. هلا أنا كتير بحب البهارات، أنا طبعي كتير بحب البهارات، يعني بحبهم يكونوا ظاهرين. بعض العلماء ما بيحبوا كتير، بقى كل واحد حسب الذوق اللي هو بيحبه، التذوق اللي عنده. دائما الطبخ ما بده يكون يعني مثله، كل واحد هو حسب المذاق اللي بيحبه هو. انا طبعا كتير بحب البهارات، ما بعرف، الحجي عندي كتير بحب المكسرات. نعم الحلبية بحبوا المكسرات يا بيبي. هون المكسرات صاروا جاهزين، صفيناهم، وهلا الحشوة المفرومة كمان صارت جاهزة. هلا فينا نصفيها من السمنة اللي حطيناها، هو اكيد رح نصفيها يعني ما رح يبقى فيها ولا نقطة سمنة. هلا بدنا نصفي السمنة من اللحمة المفرومة اللي قلينا فيها، ما رح يبقى فيها شيء ابدا سوائل. هلا بعد ما قلينا اللحمة المفرومة رح نحط لها المكسرات. قلت لكم انا كل واحد ايش بيحب مكسرات بيقدر يحط، بس انا اليوم كان بس متوفر عندي هو اللوز. قلت لكم كثير في عالم بتقول انه اللوز ما بنحط الكبه بصينيه، هو بالفعل لانه بيعذب بالتقطيع، بس انا ما جود الا بالموجود مثل ما بيقولوا. هذا الموجود كان عندي، ما في مشكله، الحمد لله رب العالمين. هلا نحن رح نعجن البرغل العجينه ونمدها بالصينيه، نعمل اول طبقه ونحط الحشوه ونحط الطبقه الثالثه. هلا هون صارت عنا العجينه جاهزه، راح ندهن الصينيه بالسمنه مثل ما قلت لكم مشان نمد فوقها عجينه الكبه مع الاطراف مشان ما تلزق وقت بدنا نقطعها. هلا صبايا فينا تمدوا طبقه وحده بالصينيه كلياتها، وفينا نعملها قرص قرص. انا بعملها قرص قرص حتى اعرف اتحكم بسماكتها. هلا بنعمل هذا القرص الاول بنحطه، هذا القرص الثاني بنعمل بهالطريقه لمد الصينيه كلياتها.
هلا بعد ما مدينا الطبقة الأولى من البرغل بالصينية، نحن أول إشي دهنا السمنة، بعدين قرصنا قراص قراص حطيناهم ولزقناهم ببعض وخليناها تكون بمستوى واحد. شايفين كيف؟ هلا رح ناخد الحشوة اللي هي عبارة عن اللحمة المفرومة مع المكسرات. أنا شايفتها شوي كتير اللحمة، ما رح أحطها كلها، رح أحط الكمية الكافية وبعدين إذا كان بدي بزيد. رح نحط البيض مشان شو؟ مشان يتماسكوا مع بعضهم، الطبقة الفوقانية مع الطبقة التحتانية يتماسكوا مع بعضهم. هلا أنا كتير حاطة بهارات، ما بقى في داعي أرجع أحط بهارات وقت البيض، لأنه حطيت مع اللحمة وقت عم بقليها حطيت البهارات الكافية، يعني يلي ريحتها خلتها واصلة مثل العادة لعندي. هلا شايفين كيف؟ هلا بس ما حطينا البيض مع اللحمة تماسكت مع بعضها. هلا اللي بده يحط هبرة بدال البيض كمان بصير. هلا انا حطيت اليوم بيض، ما في مشكلة، لانه بنوزعها باطراف الصينية كلياتها، بنخلي يكون شي كلياته متساوي، يعني ما يكون محل فاضي ومحل مليان. هلا اوكي، مثل ما قلت لكم رح تعذبني شوي بالتقطيع لانه اللوز شوي بيعذب. انتوا قديش بدكم فيكم تحطوا لحمه، قديش بتحبوا اللحمه فيها قلنا حطوا، ما في مشكله. هلا انا عم برجع بزيد، بشوف محلات فاضيه برجع بزيدها، انا حسب رغبتي يعني. بكبسها. هلا بقى بدنا نحط الطبقة الثالثة اللي هي عجينة الكبة، كمان نفس الطريقة بنقرص وبنحط نفس الطريقة الأولانية على الدم. اللي بدها تعملها طبقة وحدة كبيرة وتحطها بالصينية كمان بصير، كيف ما بدكم، بس نحن عم نحكي عن مكوناتها وكيف بتصير. بس هي كل واحد مثل ما بيحب، اللي بيلاقي أسهل عليه يعمله. هلا أنا معودة عليها أعملها هيك، انه قرص واوصلهم في بعضهم. في منهم بيعملوها طبقة كاملة كبيرة على قد الصينية. هلا باخر الشي بس كمان نخلص من رق العجينة ونوصلها مع بعضهم، رح نشوف مع بعضنا طريقة التقطيع. صبايا هلا حطينا الطبقة الثالثة اللي هي عبارة عن عجينة الكبة، وبدنا نخليهم يلزقوا مع بعضهم، الطبقة الأولى مع الثانية مع الثالثة. هلا نحن حطينا البيض مع اللحمة مشان يتماسكوا 3 طبقات مع بعضهم. شايفين كيف؟ نعملها بطريقة انه تكون ساوية وما فيها ولا خط. هاي نضرب عليها مشان قلتلكن تتماسك اللحمة مع البرغل. بس هلا اذا الجيران طلعوا لعندي ما بعرف. نحاش تخبطي يا مرة، نحاش تخبطي يا مرة. راح يجيبوا لي البوليس ما هيك؟ هلا رح نقطع الكبة. هلا انا عندي طريقة، شايفين كيف بنقسم نص الصينية، اوكي، بعدين رح نعملها بالعكس، رح تصير عنا الصينية 4 عشان تطلع معنا رسمة حلوة. هلا عملناها 4، رح ناخد الربع ونرجع نقصه بالنص. شايفين كيف؟ هلا هذا الربع اللي قصينا في النص رح نعمل كمان خط مستقيم، من تب نعمل هيك. يعني هلا نحن قصينا ربع الربع، شايفين كيف؟
انا اللوز بيعذبني بالتقطيع، انا بعرف هذا الشيء، بس قلت لكم كان اليوم ما عندي غير اللوز، ما في مشكله. اوكي، هلا كيف بدنا بناخذ الخط هاد ومننزل فيه على الطرف الثاني مشان تطلع عنا الرسمه اللي هن بيقولوا عليها نجمه. هلا بتطلع معنا الصينيه رسمه نجمه. انتو كيف بتريدوا، قطع كبار قطع صغار، كل واحد حسب هو ما بيحب. نفس الشيء الأربع أرباع كلها رح نعملها نفس الطريقة. شايفين اللوز شوي عم بخليها تفصل الطبقات، ما في مشكلة. هلا بترجع هلا انا من الدوار ما عملتها بالسكينه بالاول مشان تتم متماسكه، بس هلا قبل ما احطها بالفرن انا راح احط لها السكين مشان وقت بدنا نقطعها نطلعها بعد الفرن بعد الخبز انه ما تلزق، ما تعذبنا بالتقطيع. هلا ناخد السكينة بنحط لها مي وبنعمل لها لطرافة، شيء انه ما وقت بدنا نطالعها ما تعذبنا ونحن بدنا نطالعها. اوكي، انتو فيكم قبل ما تبدوا انتو حسب رغبتكم، انا دايما بقلكم انه حسب الرغبة، بس انا بفضل انه بعد ما اقطعها هلا بنحط لها لوز للتزيين. احلى شي مره جيراني شافوني عم بعمل كبه هن الاتراك، قال انتي عم تعملي حلو؟ قلت لهم لا كبه هي مك. ايه بقى كتير استغربوا. سبحان الله كل واحد بفرق اكله عن الثاني. هلا بدنا نحط بقى فوق السمنه، على الوش كمان بنحط سمنه. وقت بدنا نطلعها من الفرن كل السمنه بنصفيها وبنغطيها مشان ما كتير تصير بقى دسمة، لأنه هي من أول طبقة دهنا الصينية سمنة وهلا عم نحط على وشها سمنة مشان تستوي منيح. يعني لو كترتوا السمنة معليش، لأنه هي رح نصفيها يعني ما حدا يخاف مشان الدسم. فيكن تسيخوا السمنة على النار وتسكبوها فوقها وبعدين تحطوها بالفرن. هلا بنحط الفرن على حرارة 180 من فوق ومن تحت مع بعض، بتاخد تقريبا شي 20 دقيقة. هاي الكبة الصينية بعد ما طلعناها من الفرن يعني استغرق الوقت يمكن بين تقريبا 30 دقيقة 35 دقيقة، كل واحد حسب شطارة الفرن يلي عنده.
وصحتين وهنا على قلبكم وقلبي، إن شاء الله إفطار شهي وصياما مقبولا يا رب. كل عام وأنتم بخير، وينعاد علينا بالصحة والعافية يا رب. لك يا سلام، شايفين كيف انه ابدا ما فصلوا الطبقات عن بعضهم، لانه كانت الحمد لله رب العالمين الرق كان كتير منيح وكان ابدا كتير كويس. طالعة مثل البقلاوة. طالعة مثل البقلاوة بالفعل. يا سلام، يسلموا ايديكي. صحتين وهنا على قلبنا وقلبكم. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعمونا بالإعجاب. إلى اللقاء بفيديو جديد إن شاء الله تعالى.